صلوات الله وسلامه عليهما. ثم التفت الإمام الصادق أجركم الله إلى عياله وإلى أهل بيته وهو يقول: أستودعكم الله خليفتي عليكم الله، لأنه ترك أهله وترك عياله في ظل حكومة ظالمة وفي حياة طاغوت من الطواغيت. الإمام الصادق لما كتب وصيته الأخرى أوصى إلى عدة أنفر، كان في وصيته أنه من يلي الأمر من بعده 6 أشخاص كتبهم بأسمائهم، منهم الإمام موسى الكاظم، ومنهم اسم أبو جعفر المنصور، ذلك حفاظا على حياة الإمام الكاظم. وبعد أن علم المنصور الدوانيقي بوفاة الإمام الصادق صدر أمره وقال: انظروا في من كتب فيه الوصية فقدموه واضربوا عنقه. فقالوا له: يا أمير، إنما جعفر ابن محمد قد أوصى إلى 6 أنفر وأنت واحدا منهم. فالتفت المنصور الدوانيقي وقال: لا سبيل لقتل هؤلاء. وبذلك الإمام الصادق حافظ على حياة ولده الكاظم صلوات الله عليه. ثم التفت إمامنا الصادق وهو يعلم بأن أهل بيت كيف سيكونون من بعده، فأوصاهم وودعهم: آجركم الله. ثم السم انتشر هذه الليلة في جسد الإمام. أين المنادي وإمامه وجعفره ومظلومه ومسمومه؟ إمامنا الصادق عليه السلام بعد أن رأى هذا الحال وانتشار السم في بدنه مدد رجله وأسبل يده وتشاهد الشهادتين: آجركم الله. ثم غمض عينيه وفارقت روحه الحياة. أين المنادي وإمامه؟ أين المنادي ومظلومه؟ أين المنادي ومسمومه؟ أين المنادي وجعفر؟ ارفع صوتك معي: الله أكبر، الله أكبر، لا إله لا إله. بعد أن غادر الحياة قام الإمام موسى الكاظم ورمى بنفسه على جسد أبيه وهو ينادي وأبتاه واحتضن أباه، ثم قام بتجهيزه وتغسيله وتكفينه. وانقلبت الدنيا في ذلك اليوم، وخرج أهل المدينة جميعا يبكون إمامهم وقد شيعوه، ودفن إلى جوار أبيه الباقر في مقبرة البقيع وجوار جده زين العابدين وعمه الحسن. سيدي يا أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد الصادق، أنت من كنت تبكي على مصيبة الحسين، أنت كنت من تنوح ليلا ونهارا على مصيبة جدك الحسين. سيدي يا أبا عبد الله، يا جعفر الصادق، الحسين بلا غسل ولا تكفي، الحسين داست على صدره الخيل، الحسين رضت الخيل صدره ورضت ظهره. لما وصل إليه ولده زين العابدين لكي يقوم بدفنه، تقول الرواية:
كلما حمله من جانب سقط الجانب الآخر، لأن الحسين كان مقطعا إربا إربا. مو عادة الميت تحضر كل هلا، مو عادة الميت تحضر كل هلا كل هلا، وتجي الأصحاب وبعز تغسل. يا ناس يا ناس بس الحسين وحيد بكربل. سمع إمامك الصادق هذا النداء فإنه ينسر به ويفرح. 3 وحسينا. وتقربت لي يا سمعتي وين، وتقربت لي. والله على حب الإمام الصادق هنياله اللي يقرأ. انت صاحب عزاء ابوي، اعتذر للإمام عن تقصيرك واقرأ ياي على حب الصادق. هنياله اللي يقرأ. اي والله وتقربت لي سمعتي وين، وتقرب. بارك الله بيك بارك الله. يلا ابوي، عندنا مرضى عندنا حوائج. اي والله ولقيت الولي متوسد. يقول لك ليش تبكي على الحسين؟ يلا شباب يلا رجال. والله ولقيت 1900 جرح بي. اي والله ما هو جرح واحد وداوي اشدا يا جريح يا جرح خلي. شوي انتبه لي اذا عندك حاجة واقفة، اذا عندك مريض، اذا عندك مشكلة انتبه لي. زينب هنا وقفت وسمعت الحسين يون، سمعت أنين الحسين، تقول له ونينا يا أماك ونينك يا أخويا لا ترفعه. والله ونينك يا أخويا لا ترفعه، أنا ينصدع قلبي من سمعه. والله ينصدع قلبي من سمعه، انا اذكر ونين امي البضعه. عندك حاجه متعطله؟ عندك حاجه واقفه؟ عندك قضيه ما ماشيه؟ زينب وسكينه التقن يم الحسين، البت وعمتها، هذا ابوها وهذا اخوها. عاد التفتت البت اخوها ايش قالت له؟ عما يا سكنه خل نقعد، عما يا سكنه خل نقعد وما بيني وبينك نسل، ونشوف جرح اللي مضهده بل كان يفك عينه وننجد. يا الله بيت الحاجة بيت الحاجة يا الله. اي والله ونا يا ظالم لا تحس الراحة.